مش عارف انتوا وصل لكم الخبر ده ولا لأ. الصبح قلت اسكرول على جوجل لقيتهم كاتبين ان في زلزال حصل في تايوان. امبارح الساعة 7:58 صباحا ماتوا 3 أشخاص بسبب سقوط صخور عليهم، وده حصل وهم بيقوموا بنزهة سياحية، وواحد مات في طريق نفق سريع، وأكتر من 700 مصاب. زلزال ضرب تايوان بقوة 7.4، وده ما حصلش من سنة 1999 من ساعة آخر زلزال بمقياس 7.6 ومات فيه 2400 شخص. الزلزال المرة دي اتسبب في انهيار 26 مبنى وعشرات المصابين. وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال كان على عمق 15.5 كيلو. النقطة التانية المهمة اللي محدش سلط الضوء عليها، وهي إن تايوان الأولى في العالم لصناعة رقائق أشباه الموصلات، مسيطرة على 92% من الإنتاج العالمي، وأي خلل هيحصل في الصناعة دي هيؤدي إلى خسارة 490 مليار دولار سنويا. ما تنساش تعمل